عمرك انفجرت في موقف بسيط جدا وبعدها قعدت تفكر كده وقلت لنفسك انا ليه رد فعلي كان غريب او كبير اوي كده؟ اول مرة مثلا حسيت بخوف مفاجئ من حاجة عادية من غير ما تعرف هو ايه اللي حصل او ده حصل ليه او انا خايف ليه اصلا. او مثلا لقيت نفسك بتكرر الاخطاء في علاقاتك، سواء كانت شغلك، قراراتك، وكأنك ماشي في سكة قديمة كده ومن غير ما تاخد بالك. في الحقيقة إن الماضي مرحش، الماضي ساكن جواك وساعات بيتحكم في ردود أفعالك الحالية من غير ما أنت تاخد بالك ولا تشعر. النهاردة هنتكلم عن إزاي الذكريات المؤلمة المخفية بتأثر على حياتك النهاردة ودلوقتي، وإزاي ردود فعل الطفولة بتتحكم فينا وإحنا كبار، وإيه هو الجناد النفسي، ومع طبعا أمثلة توضيحية. وفي الآخر كالعادة هديك خطوات عملية تفصل بين الماضي والحاضر. أنا أحمد لايد وأنت دلوقتي بتشوف حلال المشاكل. طيب ايه هو اثر الذكريات المؤلمة المخفية دي؟ يعني هي بتعمل ايه بشكل او باخر؟ الذكريات المؤلمة مش دايما بتكون احداث كبيرة او احداث صادمة كبيرة. ممكن تكون لحظات صغيرة اتكررت كتير، مثلا احراج، رفض، تجاهل، مثلا تعرضت لنقد قاسي، خايف من حاجة، أو مثلا فقدت الأمان مثلا. المشكلة إن الدماغ بيسجل الحدث مع الشعور وبيحطهم في أرشيف مخفي كده في الدماغ، وكل ما يحصل موقف شبه الحدث القديم ده أو الحكاية القديمة اللي حصلت دي، الشعور القديم ده بيرجع تاني. على فكرة ده بيحصل حتى لو الموقف الحالي يعني مختلف تماما. تعالى أقول لك مثال عشان نبقى نوضح الدنيا. مثلا طفل اتعرض لسخرية قدام الفصل بتاعه لما غلط في الإجابة. كبر الولد ده واتعين في شغل محترم، لكن أول لما يجي وقت الاجتماع ولازم الراجل ده الطفل ده لما كبر يعني يتكلم قدام الناس، فبيلاقي نفسه فجأة قلبه بيدق بسرعة، صوته بيترعش وعايز يهرب. هو هو مش خايف من الاجتماع بشكل ما، هو بيعيش نفس الخوف القديم من الإحراج بقى، رغم إن الموقف دلوقتي مختلف تماما، محدش هيجري ورا بالعصاية يعني. ف غالبا أو بنسبة كبيرة ردود فعل الطفولة بتتحكم في حياتنا دلوقتي. الطفل اللي جوانا 100% ما ماتش، لسه موجود وهو لسه بيتفاعل مع المواقف بنفس الطريقة اللي هو اتعلمها زمان. تعالى ناخد أمثلة واقعية مثلا كده عشان نبقى بنأكد الكلام. مثلا طفل اتعلم لو انت طلبت حاجة هتزعل الناس، ماشي، او ما ينفعش تاخد فلوس من حد يعني او كده. الطفل ده كبر وبقى شخص ما بيطلبش اي مساعدة ابدا حتى لو محتاج جدا، بقى بيشيل كل حاجة لوحده وبيتعب وبيكره الناس لما ما يساعدهمش، رغم ان هو اصلا ما طلبش حاجة. تمام. المثال التاني طفل اتعلم ان هو لو غلط او عملت حاجة غلط مش هتيجي معايا، مش هنخرج. كبر وبقى شخص بيجلد نفسه على أي غلطة حتى لو كانت غلطة صغيرة، أو مثلا بيخاف إن هو يجرب حاجات جديدة. ليه؟ لأن هو لو فشل في الغالب هيبدأ يكره نفسه. كمان مثال تاني طفل اتعلم مثلا حب مشروط، الحب مشروط وإن أنا لازم أكون بني آدم كامل. كبر وبقى شخص بيرهق نفسه من جوه عشان يثبت قيمته. في علاقاته بقى بيحس إن هو لازم يكسب الحب كل يوم. أول لما يحس بفتور يفتكر إن أنا أكيد قلت من المجهود اللي أنا بعمله للناس اللي قدامي. الأمثلة دي كلها قرارات مش واعية، ودي ردود أفعال اتبرمجت من زمان جدا من بني آدم هو طفل. تعالى بقى نتكلم عن مفهوم الجنات النفسي دوت. إيه هو مفهوم الجنات النفسي؟ هو أي موقف أو كلمة أو نبرة صوت أو حتى ريحة بتفتح ملف قديم في دماغك، فبتعيش نفس المشاعر القديمة دي بشكل لا واعي. تعالى ناخد أمثلة. مثلا نبرة الصوت العالية بترجعك لأب أو أم كانوا طول الوقت بيزعقوا،
فأنت نبرة الصوت العالية دي بالنسبة لك بتحسسك بالخوف على طول. مثلا حد سابك يعني انت بعتله رسالة فهو شافها ومردش، فبيرجع لك إحساس الطفولة بتاع التجاهل بتاع الطفولة، فتحس بالغضب، أو أنت تبقى حاسس إن أنت مكسور، والكسرة دي أنت بتبالغ فيها قوي. مثلا كمان حد انتقدك في شغلك، فبيرجع لك بيرجعك لنقد قاسي كنت تعرضت له قبل كده، تبدأ تحس إنك فاشل حتى لو كان النقد ده بسيط جدا. مثلا موقف تنافسي، مثلا بيرجعك لمقارنة مستمرة كنت بتعيشها زمان، تحس بقلق وغيرة شديدة جدا. المشكلة إنك أنت بتتعامل مع الموقف الحالي كأنه موقف قديم، فتلاقي ردود أفعالك مش متناسبة مع الحدث، لما تقعد إيه ده، أنا يعني أنا عملت كل ده ليه؟ طيب كالعادة بقى تعالى نقول خطوات للفصل الماضي عن الحاضر. بصراحة برضو عشان أبقى ما بكدبش عليك، الماضي مش هيختفي، لكن ممكن تفصل تأثيره عن الحاضر. وكالعادة هديك 5 خطوات عملية ماشي تبدأ تنفذها، وإن شاء الله الموضوع ده يتحل. أول حاجة لاحظ رد فعلك المبالغ فيه. أول ما تحس إن رد فعلك أكبر من الموقف، أقف ثانية واسأل نفسك، أنا بزعل على الموقف ده ليه؟ هو في حاجة قديمة شبه الحكاية دي؟ على فكرة مجرد الملاحظة دي أو مجرد إن أنت تقف في الثانية دي بتبدأ تفك الارتباط على طول. تاني حاجة سمي الزنات، اسأل نفسك هو إيه بالظبط اللي شغل المشاعر دي؟ يعني المشاعر دي حصلت ليه؟ صوت، حد كلمني، كلمة معينة اتقالت، نظرة معينة، اتحطيت في الموقف ده قبل كده. لما بتسمي الزنات ده بتبدأ تفهم إن المشكلة مش في الموقف الحالي، المشكلة في ذكرياتك القديمة. تلاتة، وواحدة من أهم الحاجات اللي أنا بعملها أنا شخصيا حتى، اكتب الحدث القديم. لو قدرت تفتكر حدث قديم مشابه اكتبه، اكتب بقى ايه اللي حصل بالظبط، كان عندك كام سنة، حسيت بإيه ساعتها. الحاجات دي مهمة جدا لأن الكتابة بتساعدك أو بتساعد دماغك إن هو يفصل ما بين ده حصل زمان وده بيحصل دلوقتي. تمام. 4، قول لنفسك إن ده كان زمان، يعني أنا دلوقتي بني آدم مختلف. آه، جملة بسيطة جدا لكن هي فعالة جدا. لو أنا كنت طفل وما كنتش قادر أدافع عن نفسي، دلوقتي أنا بني آدم كبير وأنا أقدر أختار اللي أنا عايزه أو اللي أنا شايفه صح. أو مثلا الموقف ده فكرني بحاجة قديمة، بس الموقف الحالي ده مش نفس الحكاية دي. الجملة دي لوحدها بتعيد برمجة العقل الباطن مرة تانية. 5، رد على الموقف الحالي بوعي مش بردة فعل قديم. آه بدل ما تنفجر انسحب، أو يعني بدل ما تنفجر أو تنسحب أو تهاجم، خد نفس واسأل نفسك، لو أنا شخص بالغ وواعي دلوقتي، إيه هو أفضل رد فعل أقدر أعمله على الموضوع؟ مثال مثلا إن كان في رد فعل قديم، حد انتقدني، فأنا بقول أنا فاشل، أنا هكره نفسي، صح كده؟ رد الفعل الواعي بقى بيقول حد انتقدني، أنا هشوف النقد ده إيه، ده مفيد ولا لأ؟ لو مفيد أكيد هستفيد منه، لو مش مفيد أكيد مش هاخده بشكل شخصي. في تمرين بحب أوي إن في الحكاية دي بالذات إن إحنا نعمله، إن أنت تكتب رسالة للطفل جواك. اكتب رسالة قصيرة للطفل اللي أنت كنته قبل كده، قول له أنا عارف إن أنت اتوجعت، بس أنا دلوقتي هحميك، وأنا مش هسيبك، وأنا مش هسيبك تعيش نفس الخوف ده مرة تانية. التمرين ده لوحده بيشفي جزء كبير من الجرح القديم اللي فات ده. ففي الآخر الماضي ده مش عدوك، لكن انت لو سبته يتحكم فيك من غير وعي هيفضل يدمر مستقبلك واحدة واحدة. لما تفهم الزنات وتفهم وتسميه وتفصل بينه وما بين الحاضر، بتبدأ تسترجع حريتك مرة تانية بسهولة. فاكتب لي في التعليقات ايه الموقف البسيط اللي بيشغل عندك ذكريات او مشاعر قوية من غير ما انت تعرف ليه. ولو الحلقة دي لمستك كده، ياريت تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان يجيلك كل الحلقات اللي جاية. سلام.